الاخر التامين ما عندكش، لا راه الا قال لك التامين كاين راه كاين، اذا اطمئن مع راسك. الا قال لك المشغل سير لدارك وكون هاني كون هاني. الا قالت لك قانون ما تعطيوناش نشربوا سي صلاح الدين. هو جاي الماء. الا قال لنا المرسوم، الا قال بنا جميع الاجال لا ما خصناش نطلعوا حتى للسطح. اذا سمعنا الاسئله ديالكم. طبعا واش نقدروا نطلعوا للسطح الا كان عندك السطح ديالك بوحدك وما مشروكش هذا السطح هذا؟ علاش ما يمكنلكش تطلع للسطح؟ بالعكس خصك تطلع للسطح وطلع داك الشيء الصباط وهذه طلعهم يتشمشوا، لان الشمس تتقضي على الفيروسات. طلع الغطا حتى هي طلع تشمش، طلع حوايجك تشمش تما، فهمتي؟ لان الشمس راها مهمه جدا، وكذلك باش تشم شويه ديال الهواء، ولكن غير ما تخرجش من الدار. طلع للسطح الا بغيتي تطلع. الناس تتسول كذلك واش الطاحونات ديال الزرع غادي يبقاو خدامين. الحمد لله كل شيء راه موجود، راه كل شيء، الطحين موجود، الخناجي ديال الطحين، الخضره موجوده، الماكله موجوده، المواد الاساسيه اللي تحتاجها كلها موجوده، وتتلقى غير حداك عند داك البقال اللي حداك، ولا في محل تجاري راك تتلقى فيه داك الشيء اللي بغيتي. الحمد لله كل شيء راه متوفر في السوق، ما عندناش لاش نبقاو كنسولوا على هاد الامور. هذه الامور اللي خصنا نسولوا عليها هي ديال شروط النظافه وشروط الالتزام بالشروط الصحيه قبل ما نديروا اي حاجه، وما نخرجوش ونبقاو ملتزمين بهذا الحجر الصحي، لانه هو الهدف نتاعنا. في ختام هذا العدد الخاص، لان خصنا لهذا الحوز الله يهديهم حتى يجيو تيكونوا مبليين ولا هادي طبعا تيكمل الكارو ولا هادي وتيبغي خصو يمشي يخرج كل ساعه هو خارج داخل. طبعا يخليوه يكمي في الدكوس، حلوا له شي شرجم في الكوزينه ولا هادي وقولوا له يقضي الغد. المهم تندوزوا هذا الشيء، ما يخرجش من الدار، ما يخرجش من الدار. ولا الانسان السي صالح ملي تمشي يتقدى